السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهارده هقول لكم على حاجة بسيطة جدا. طبعا احنا اي حاجة بنجيبها جديد بنبدأ ان احنا نغسلها. ممكن نحطها في الهدوم من غير ما نختبر الالوان بتاعتها وتبدأ تطلع معانا الغسيل بالشكل ده مبقع وحالته يعني حاجة لا تتخيلوا. مهما بتغسلي فيه الالوان دي مش بتطلع. تعالوا اقول لكم على وصفة النهارده سهلة جدا من مكونات بسيطة وعندك في البيت هتتخلصي من الالوان دي كلها. نسمي الله ونصلي على رسوله. نبدا معاكم وصفتي النهارده. حاجه تكون عندك الومنيوم تحطي فيها ميه تغلي على البوتاجاز، وتبدا ان انت اول ما تغلي الميه تضيفي ربع كوبايه من الخل، معاها معلقه من الكربوناتو، معاها شويه من الاريال او الصابون او البرسيل اللي انت بتستخدميه. طبعا البرسيل ده برسيل الغسيل، او الصابون او الجيلي بيبقى فيه يعني جيلي سايب برضو ممكن تستخدميه بيه عادي، اللي هو الجيل الخاص بالغسيل الهدوم. بتبدأ تحطي شوية اريال وتطفي النار، على المية، وتبدأ ان انت تحطي الهدوم بالشكل ده. عايزة اقول لكم 5 ثواني مش هتلاقوا اي حاجة في الهدوم، سواء بقى كانت قطن قماش، اي حاجة في القماش بتاعك او الهدوم بتاعتك مش هتلاقيها، واي نوع من الهدوم. زي ما انتوا شايفين انا كده حطيت الهدوم وطلعتها كده مفيش اي لون معايا بجد بالامانه في الهدوم. الوصفه عجبتني جدا قلت لازم اصورها واوريها لكم. كده بعد 5 دقايق طلعتها من الميه اللي انا نقعتها فيها، وبقيت بعد كده هبدا ان انا اغسلها عادي بالهدوم اللي بقعت معايا اللون الاحمر. انا كنت جايبه حاجه جديده وحطيتها في الغساله فبقعت معايا ما كنتش واخده بالي خالص ولا اختبرت اللون بتاعها. فالهدوم كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله ما خدش معايا 5 دقايق واللون معايا اختفى من الهدوم. هبدا ان انا اغسلهم عادي واحط الاريال بتاعي اللي انا بستخدمه في الغساله، وابدا اعمل الدوره بتاعتها. انا في الغساله بتاعتي عندي حاجه اسمها غسيل لطيف، بحط الحاجات اللي هي مش محتاجه غسيل كتير، وبظبط البرنامج بتاعها وبتشتغل عادي يعني غساله جميله. يا رب تكون الوصفه عجبتكم.